بنت بعتت لي ان هي مخطوبه وبتحب زميلها في الشغل، والفكره ان هي ما حبتوش من الاول واتخطبت غصب عنها، لا ده هي كانت مخطوبه عادي، ومع الوقت حبت الولد ده في الشغل اللي هو رايحين جايين مع بعض، فخلاص انا حبيتك. الفكره كلها في الموضوع، طبعا انا مش عايز انزل السكرين شوت عشان دي حاجه خصوصيه. الفكره كلها لاي بنت اتحطت في الموقف ده، عشان هي بتقول لي انا المفروض اعمل ايه، ابعدي عن خطيبك لله، لله والله العظيم. لان انت طالما بصيتي لراجل تاني، بصيتي بس، مش اللي انت فيه اللي هو انت حبيتيه، لا انت بصيتي له بس، يبقى الراجل اللي معاكي ده مش مكفيكي ومش مالي عينك. فحرام عليكي، سيبيلي اللي شبهه. ما يبقاش قاعد بيتعب وبيشقى وعايز يجيب الجنيه عشان في الاخر يوصل لك انت وتبقي معاه كده في الحلال، وتديله بقى الحاجات اللي كانت مش لاقيها في الدنيا، وانت في الاخر تكوني عينيك على حد تاني، او ممكن تخونيه، او ممكن اي حاجه. انا ما بقولش ان هي وحشه او اي بنت وحشه لو اتحطت في الموقف ده. الحب ملهوش حاجه تتمسك بيها. هي حبته خلاص، طالما حبيتي حد تاني يبقى ما تظلميش ده. لا انت وحشه يا ستي ولا خاينه ولا الكلام ده كله، بس هتبقي خاينه لو كملتي وانت عارفه ان انت بتحب واحد وانت معاكي راجل عايز الحلال. سيبيه سيبيه، يعني لربنا والله، عشان الراجل ما يتكسرش.